لو انت موظف في اي وظيفة، ما سألتش نفسك في مرة انت ليه دايما بتسمع كلام مديرك مع ان ممكن تكون احيانا مش مقتنع بكلامه او نفسك تعترض على حاجة بس مش قادر؟ طيب تعالى اجاوبك على السؤال ده. تخيل نفسك انك الكشاف ده، والضوء اللي خارج منه هو حدود معرفتك وامكانياتك، ولو ركزت شوية هتلاقي ان في مساحة كبيرة انت مش شايفها وما تعرفش عنها حاجة. وده على فكرة مش عيب فيك، كل ما في الموضوع ان كل وظيفة لها حدود للمعرفة والمهارة والخبرة. طيب تعالى نجيب كشاف تاني اكبر شوية ونتخيل ان هو ده مديرك، والضوء اللي خارج منه هو برضه حدود معرفته. هتلاحظ ان الضوء اللي خارج بيغطي مساحة اكبر من مساحتك وبيشوف مناطق تانية انت ما كنتش شايفها، وده علشان هو ليه رؤية مختلفة وادراكه للامور اكبر، لان مكانته بتخليه ياخد قرارات هو اللي مسؤول عنها، ورغم كده هو برضه عنده مساحة مش شايفها وخارج حدود معرفته. وهنا بقى يجي دور مديره اللي رؤيته اوضح ويقدر يشوف كل المساحة بشكل اكبر. الخلاصة ان المعرفة والمهارة والخبرة بتأثر على صاحبها وبتخليه قادر يقرأ المشهد ويخطط ويصنع القرارات.